السلام عليكم. في بنوتة سألتني سؤال، بتقولي انتي ازاي قادرة تكوني قوية بالشكل ده؟ ازاي قادرة تكوني ثابتة قوي كده؟ وازاي قادرة ان انتي تتحملي، خصوصا انتي حد مشهور على السوشيال ميديا، فقادرة تتحملي كمية الانتقادات وقلة الأدب وحاجات كتير قوي انا بشوفها بتحصل لك صعبة جدا. انا لو مكانك مش هتحملها خالص، ومتهيألي اي حد لو مكانك من كتير مش هيتحملوها. ازاي قادرة تتحمليها وتخطيها وتكملي وتنجحي وتستمري؟ وهل انت وقعتي ولا ما وقعتيش؟ هل ده جه بعد ايه؟ وهل في حد بيدعمك؟ لانه اكيد في حد بيدعمك عشان تكوني بالشكل دوت على الاقل يعني. حد من اهلك، حد من اللي حواليكي. فازاي انت كده؟ انا حد تعبان، وحد ضعيف جدا، وحد مش قادر او مش قادرة اكون قوية. ووصلت لدرجة ان انا احيانا بفكر في الانتحار كمان يعني. فانا شخصيا مش عارفة اعمل ايه. فعايزاكي تقولي لي انت ازاي بقيتي كده عشان اتعلم منك واقدر ان انا اقف على رجلي او احاول اقف على رجلي. لان لما بشوفك بالشكل ده انا ببقى مبسوطة وفرحانة، وببقى نفسي اعمل ولو نص او ربع حتى زيك. ده كان كلامها حقيقة باختصار. طيب، تعالي اقولك وهقولك كل الناس انا ازاي الشخصية دي وازاي بقيت قوية كده، او بحاول اكون قوية. بداية، الموضوع مش فهلوة مني خالص، مش هوب يلا انا بقيت شخصية قوية. في حاجتين: لا اما الشخصية نفسها بتكون هي مكتسبة الشجاعة والجرأة من صغرها في امور كتير في حياتها، فهي اصلا عندها اوريدي الحتة ديت، فبتنميها لما بتكبر او مع مرور الايام والحياة والدنيا وكذا، بتتنمى عندها ان هي تكون شخصية قوية وقادرة لا اما هي بتكون كل الحاجات دي مكتسبة وبتعلمها لنفسها. انا عندي جزء الحمد لله كبير في شخصيتي من صغري، ان انا حد شجاع وجريء في حاجات كتير وما بعرفش ان انا اسيب مثلا حقي، ما بعرفش اسيب حق غيري. وبالتالي ده حتى لما بقيت على السوشيال ميديا بقالي 12 سنة اهو، ده منطبع على الحمد لله كتير من اللي بتابعوني من زمان، منطبع عني، عارفين ده كويس جدا ان انا ما بعرفش اسيب حق غيري قبل حقي. فبالتالي انا في شخصيتي فطريا ده فيا، ان انا الشخصيه القويه اللي فيها التكات دي. لكن القويه اللي انت بقى بتشوفيها ديت في صدود مع الناس والهجوم والهمجيه والانتقادات وقله الادب وحاجات كتير بتحصل لي على السوشيال ميديا بقالي كل السنين دي كلها. ده بقى حصل ازاي؟ هكمل لكم بعد الاذان. بدايه خلينا متفقين، مفيش انسان ناجح في الكون هيبقى ناجح وهيوصل لحاجه في حياته ويعافر إلا لما يكون تعب واتوجع ومر بحاجات كتير في حياته الشخصية، سواء شخصية يعني عاطفية بقى أسرية أيا كان، وفي حياته لو هو شخص مشهور فعلا. فده نمبر وان، مفيش إنسان ناجح إلا وهيكون مر بكده. فأكيد أنا بمر بكده، أكيد طبعا أنا بمر بكده، سواء على المستوى الشخصي سواء على السوشيال ميديا يعني. الحاجة التانية اللي خلاني أنا شخصية قوية من ضمن الحاجات ومهمة جدا هي القراية. القرايه والاستماع. انا واحده بحب القرايه جدا وبستمع كتير، ولازم اي حد يكون بيحب القرايه. احنا للاسف كتير ما عندناش ادنى اكتريتنا مساحه نفسيه ان انت تقعد تقرا ب 200 ورقه و500 ورقه. فيقول لك لا انا هقرا كل ده، لا اصلا هو ما بيقدرش يستحمل ان هو يقرا 3 4 سطور ويسمع مثلا فيديو 10 دقايق. يعني انا بعمل فيديوهات مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعه، يقول لك ده كتير كتير. امال اللي احنا بنقعد نسمعه ساعه وساعه ايه؟ ما هو انت عمرك ما هتكون شخصية قوية ولا انت غير لما تتعلمي اول حاجة. اول حاجة واساس ان انت تنمي ده، وان انت تنمي ده، وان انت تغير من نفسك وتطور نفسك. تطوير الذات مش هيجي لما انت تقرا كتير وتستمع كتير ويبقى عندك صبر في ده، علشان تنمية العقل ده هي اهم حاجة. لكن ان انت ما تنميش ده وتقعد تتكلم في هباء في كلام فاضي، او مثلا تبقى انت متخيل ان انت فاهم كل حاجه من سطرين ثلاثه، ما كانش حد غلب، ما كانوش عملوا لنا الكتب، وما كانش المشايخ كمان كدينيا يعني عملوا لنا الكتب الكبيره والكتيره والملخصات اكيد اكتر. الملخصات اللي هي برضو ممكن تروح ل 100 ورقه او 200 ورقه قصاد مثلا ممكن كتاب كبير على حسب. ما كانوش عملوا لنا الشرح اللي بنقعد فيه بالساعه والساعتين او اقل او ايا كان يعني، سواء كانوا مشايخ او في ايا كان المجالات، يعني سواء دينيه او غير دينيه.
فلما انت ما عندكش يعني مساحة ان انت تسمع وتقرا، تأكد تماما انت مش هيكون عندك سرعة بديهة، مش هيكون عندك تطور عقلي وذاتي ونفسي وجسدي وكل حاجة. ولو عندك ده هيكون بشكل اقل ومش مميز. لكن اللي بيميز الشخصية بنت او راجل ده هو العقل، العقل والقلب الكويس. دي حاجة. فأنا بصراحة اللي غير جدا في شخصيتي كتير وخلاني قوية وساعدني على كده هو طبعا ان انا اقرا، خصيصا ان انا بقرا بقى للناس الناجحة، الناس اللي وصلت للنجاح وتعبت في حياتها، بقرا حياتها هي كانت عاملة ازاي، لان ما وراء الكواليس انت ما تعرفوش. ما وراء الكواليس اللي عند ياسمين الاخضر انت ما تعرفوش ولا انت تعرفيه. دايما ياسمين بتصدر مثلا حاجات ايجابيه، دي في الجيم، دي مش عارف بتنجح في كذا، بتعمل انجاز في كذا، دي ما شاء الله في كذا، دي ايجابيه، ده كذا ده كذا. لكن انت ما تعرفش بقى انا في حياتي، انا ممكن اكون عامله الفيديو ده دلوقتي وعندي مشكله مثلا، او انا في هم، او انا في حزن، او انا عندي كرب مثلا. ممكن اكون انا منزله صوره بضحك فيها او في الجيم او ايا كان، وانت مش عارف ان انا عندي مشاكل عامله ازاي في حياتي الشخصيه او كذا. فبالتالي ما وراء الكواليس انت تعرفوش. لما بتبتدي تعرف الشخصية، المشاكل اللي وراها وما هي مرت بيه، بتفرق كتير. وده اللي بيخلينا ان احنا نقوى ونستقوى ببعض. هو ده الفرق. تاني حاجة خلتني ان انا شخصية قوية، لما انا اتوجعت وانجرحت عاطفيا طبعا. يعني انا مش هخجل من ان انا اقول كده، لان انا بني ادمه عندي قلب وبحب، وانا بحب الحب نفسه اصلا جدا. يعني انا ممكن تلاقوني حتى احيانا، كان في ناس لما ساعات كده انشر حاجات رومانسيه احيانا كبنوته انثى طبيعيه جدا يعني، فيقول لك اه يا عم انت بتحبي مش عارف ايه، وانا ممكن ما يكونش في حياتي حد اصلا ساعتها، لانه انا بحب الحب نفسه. انا حد معطاء وحد عاطفي جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. حتى لو حضراتكم بتشوفوا ان انا شخصيه كده وشخصيه جاده وبتاع، ده طبيعي جدا. انا مش هقعد اطلع انا اصلا رومانسيتي يعني في فيديوهاتي، او اتكلم بشكل مش لطيف او كذا، ما ينفعش، او اتكلم بدلع، ما ينفعش طبعا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ربنا سبحانه وتعالى عز وجل الذي قال ذلك. فبالتالي انا يعني حد عاطفي جدا، فبتوجع لما اتوجعت جدا في يوم من الايام من سنين، لان انا بطلت بقى حته اللي انا احب والجو ده، غير في نمط وليميت معين وليفل معين ومرحله معينه لازم هي اللي تكون الصح، اللي هو الخطوبه، والمفروض بعد كده الزواج. قبل كده لا، بطلت والله ان انا ارتبط بحد خالص نهائي. يعني قلبي ده مش هيتفتح غير للراجل الصح اللي يستحق. وعلمت نفسي ده من الوجع اللي انا اتوجعته. يعني دي من التكات اللي انا اتعلمتها. هحب هدي عندي كل ده، ولكن في الوقت المناسب، في الشخص المناسب، على القدر المستطاع. لكن ما اقعدش اتعلق بحد وبعد كده فركش. ده حاجه متعبه جدا ومرهقه، خصوصا ان في علاقات بتبقى سامه بتدخل حياتنا، سواء عاطفيه او سواء غير عاطفيه. فده انا علمته لنفسي وقويت نفسي وبدات اسعى على نفسي. انا من النوع لما بتوجع في اي حاجه بشكل بابليك، بقيت انا كده من كتر التجارب الحياتيه اللي انا شفتها، سواء عاطفيه بقى، سواء معزه، سواء غلاوه، سواء اصحاب خذلان منهم، سواء ايا كانت يعني الامور الواحد بيمر بيها والضربات الواحد بيمر بيها. اتعلمت ان انا اسعى على نفسي، اتعلمت ان انا اعرف قيمه نفسي اكتر واحب نفسي اكتر 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 اكتر. لان الانسان لما بيعرف، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشخصيه قويه، لما بتعرفي قيمه نفسك وتحبي نفسك وتدي لنفسك، هتبقي شخصيه عندك الكبرياء، مش الكبر، لان في فرق ما بينهم طبعا. الكبر مش مطلوب يكون عندنا ابدا عشان ندخل الجنه ان شاء الله، لان طبعا لو عندك كبر مش هتدخلي الجنه. لا يدخل الجنة وفي يعني قلبه مثقال حبة أو ذرة كبر، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث. فالكبرياء إن أنا شخصية قوية، شخصية عندي عزة نفس وكرامة واحترام لذاتي، فده بيخلي الشخصية قوية. الشخصية ان هي قادرة تتحدى حاجات ما بتخليش اي حد يجي عليها او يتجرأ عليها او يجي على كرامتها او يمس حاجة منها، لان هي بتحترم ذاتها، فبتفرض احترام ذاتها ده على الاخرين. فاذا انا اتعلمت القوة من الناحية العاطفية لما اتوجعت في يوم من الايام، وبرضو اتعلمتها من الخذلان بشكل عام في حياتنا، من المعزة والغلاوة، لان ده برضو الحب بشكل عام بصفة عامة هو شيء عاطفي، سواء كان في معزة، في غلاوة، في حب عاطفي اللي هو ناحية يعني المفروض يبقى زواج، وسواء كمان لو صحوبية، ما ده برضو بيبقى حب، ان احنا صحاب، ان دي صاحبتي وهكذا. وطبعا انا بتكلم على صحوبية البنت مع البنت، ما بتكلمش ولد مع ولد.
ما بتكلمش ولد مع بنت، لان ما فيش حاجه اسمها اصلا صحوبيه بين بنت وولد الا لو في المحارم، يعني الا لو انا اخويا شقيقي من بطن امي وابويا صاحبي، ابويا، زوجي، ابني، وهكذا. لكن غير دول ما ينفعش اصلا اي حد غريب عني او حتى ابن خالتي ولا ابن عمتي ان هو يجوز لي، يعني ما ينفعش ان احنا طبعا نكون اصحاب. مفيش حاجه اسمها صحوبيه بين بنت وولد الا في الحالات اللي انا بقول لحضراتكم عليها. فده اللي انا اقصده، ان اتعلمت من الخذلان والوجع من كل ده في الحياه ان انا اكون شخصيه قويه. من الحاجات برضو اللي اتعلمتها في حياتي، اللي انا كنت دايما بسأل نفسي وبعدين ماشي بدأت اتأثر بكذا، وبدأت اللي انا اتعب من كذا، والناس دول مش كويسين، واللي حاصل لي دول مش عارف ايه، وده ما يستحقش، وانا عمالة بقى اعيط وابكي على مش عارف مين والجو ده كله. وبعدين انا اللي بتدمر، انا اللي بتعب، انا محدش هينفعني، انا لما اقع محدش هينفعني، انا لما افشل وما اقومش عشان اوصل للنجاح، لان الفشل مش معناه عدم الوصول للنجاح، لا، الفشل انك بتتعلمي من الغلط، او بتتعلمي انت فشلتي ليه، وايه الخطأ اللي انت عملتيه في الفشل او في الامر ده، يعني في الهدف بتاعك او في حياتك خلاكي تفشلي وتقعي، لكن المهم ان انت تقومي. فهي دي الفكرة، ان انا بدأت اسأل نفسي، ولازم الانسان يقعد مع نفسه ويسأل نفسه في حاجات علشان يقدر ان هو يتخطى ده ويبقى قوي، وتبقي قوية وتبدأي ان انت تشوفي وتوصلي لهدفك وتقفي كده على رجلك، وما توصليش لمرحلة الانتحار اللي زي حضرتك عايزة توصلي ليها او بدأتي ليها. وكتير للأسف من الناس ومن الشباب والبنات بيكتئبوا وبيوصلوا ليها. من الحاجات برضو المهمة اتعلمتها اللي انا ما اسيبش من الحزن او المضايقة من اي شيء، لان طبيعي انا مهما كنت قوية بيجي عليا لحظات بتأثر، بتعب، بتخنق، بعيط، ممكن احزن. بني ادمة ليا مشاعر واحاسيس طبيعية جدا، بتحمل ضغوطات، بتحمل مشاكل، بعدي كتير، هوب ممكن انفجر في لحظة. طيب بس اتعلمت لما اجي انفجر بقى واتضايق اعيط، ما ياخدش الموضوع ده والحزن ده مني يوم واحد. حرفيا انا الفتره اللي فاتت كان معايا امر ما اليومين اللي فاتوا، لما للاسف اثر عليا لاول مره من فتره طويله ان مفيش حاجه تاثر، لما تاثر عليا لدرجه قعدت 3 4 ايام انا تعبت، مش عارفه اتمرن، مش عارفه، يعني بتعامل بالعافيه، الموضوع سلبي جدا، بنام زي ما بقوم. فالموضوع كان انا لو استمريت على كده اكتر من كده كنت هتحطم نفسيا فعلا وادخل في مود بقى واكتئاب وقصه، فما ينفعش. فوقت نفسي بسرعه، اللي هو خلاص انت خدتي الضربه على دماغك من حد عادي، ياسمين ما انت ياما خدتي، ما انت ياما اتلدعتي، ما انت في ايه، فوقي من نفسك، انت عمرك كام سنه دلوقتي، انت مريتي بايه في حياتك. وقعدت اذكر نفسي بغض النظر كمان عن العمر، لان العمر دايما مش مقياس يعني في الحياه، ولكن انا عشت قد ايه، فهعيش قد ايه لسه عشان اقعد لسه ابكي على اللي مش عارف ايه. بس صراحه انا لما اتاثرت واتضايقت وتعبت وبكيت او ببكي احيانا، في حته بقت عندي بقى، الحته دي اللي انا مبقتش ببكي على اللي قدامي ان هو طلع يعني وحش، ولا هي طلعت وحشه، ولا ازاي حصل منها كده، لان ده الطبيعي اللي احنا بنعمله. لا، انا بقيت صعبان عليا نفسي، بقعد ابكي على نفسي، انا بقعد ابكي على بلوم نفسي، ببقى متضايقه من نفسي، فبالتالي بعاتب نفسي ان ازاي انا عملت دوت، او ازاي اغلط في كذا، او ازاي اعمل كذا. وده على فكرة بيبقى كويس، بيبقى كويس ان انت لازم او انت لازم تعملي دوت، تبكي على نفسك، يبقى عشان انت نفسك انت تستاهل ان هي المفروض تديلها وتبكي عليها اكتر من اللي قدامك. تحزني على اللي انت مثلا وصلتي ليه، تحزني ان انت ممكن في لحظة كل حاجة من حياتك تضيع بسبب غلط معين او شيء معين. تحزني كمان ان انت مينفعش اصلا ان انت تضيعي اي حاجه في حياتك عشان خاطر اي بني ادم ايا كانت صفته او صفتها بالنسبه لك، عشان انت الاهم. وهنرجع نوصل ان انت المفروض ان انت ليكي القدر والاحترام والحب كله تاخديه. تحزني على نفسك علشان انت المفروض تتعلمي اكتر ان انت تدي ده اللي يستحق اكتر، وتحاولي ان انت ما تقعيش تاني ولا تالت وخلاص. وكلنا بنغلط وبنقع، ده طبيعي جدا ونفضل كده. هو ده بقى عندي بقى، ان انا بعد ما كنت لا بحزن على اللي قدامي اكتر، وازاي يطلع منه كده، واقعد اتضايق ومش عارف ايه اكتر من ان انا افوق لنفسي، لا، دلوقتي الموضوع اتعكس وهو ده الصح. والاهم لما تيجي تحزني على نفسك ما تقعديش بقى تقعي،
يعني ما تقعديش تلومي نفسك لدرجه ان انت ما تعرفيش تقومي، زي ده بيحصل كتير. لا، المفروض تقومي وتقاومي وتعدي وتبقي قويه، وهو ده مربط الفرس في الموضوع. احنا بنتضايق ونلوم نفسنا وبنعاتب نفسنا وبنحزن على نفسنا، مش عشان نفضل مكتئبين بقى ونوصل لحالة مش كويسة وندمر نفسنا، لا، ده عشان نقف اصلا على نفسنا وعلشان نتعلم من ده. من الحاجات اللي خلتني قوية جدا ودعمتني جدا 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 هو تدعيم امي ليا، الله يرحمها، الوحيدة اللي كانت دايما بتدعمني في كل حاجة بتحصل لي. امي هي دعم طبعا، بمناسبة اللي انت بتقوليني مين دعمك، لا، كانت امي كانت بتدعمني. امي الله يرحمها كانت بتدعمني كتير وبتقف جنبي كتير ومؤمنه بيا كتير في حاجات كتير في حياتي، وهي السبب في اللي انا وصلت ليه في نجاحي وفي شخصيتي وفي حياتي. وهي السبب لو انا لغايه دلوقتي بوصل لنجاح او انا قويه، هي السبب بفضل بري يعني الحمد لله بري اليها. انا كنت بنت بره جدا ليها الحمد لله لغايه اخر لحظه في عمرها، وهي ميته وهي راضيه عني. وال والحاجة التانية كمان انه دعوتها كانت معايا دايما باستمرار، سواء هي كانت طبعا عايشة او ميتة، فهي الدعم الاول والاخير بعد ربنا، وقوتي بعد ربنا ليا. طيب ماتت دلوقتي، ماتت بس لم ينقطع ولن ينقطع يعني دعوتها واللي انا عملته معاها، فده اللي بيبقى قاعد لي. عشان كده برك لامك وابوكي ولاهلك ده من الحاجات طبعا اكيد المهمه جدا، اللي يعني بغض النظر لو هم حتى مش بيدعموكي، البر نفسه مهم قوي قوي. ده اللي هيقعد لك حتى لو اهلك مش كويسين، برضو ده اللي هيقعد لك على قد ما تقدري. انا عارفه ان في ناس اصلا نفسيتها اكتر الوقت وممكن بتبقى عايزه توصل لانتحار، وفي منهم شباب انتحروا بسبب اهاليهم للاسف، وهم طبعا هيتحاسبوا على اولادهم قبل اي حاجه تانية يعني. ولكن برنا لاهلنا هو اكتر حاجه بتقوينا، هو اكتر حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لنا في حياتنا وفي صحتنا وفي عافيتنا وفي حاجات كتير في حياتنا. طيب دلوقتي ياسمين ما عندكيش حد يدعمك؟ لا، انا ما عنديش حد يدعمني، انا اللي بدعم نفسي بنفسي، والناس طبعا اللي حواليا ربنا يكرمهم طبعا وبشكرهم، سواء على السوشيال ميديا او الناس اللي تعرفني عن قرب. يعني لما بيحصل لي بعض المواقف ما اقدرش انكر ان كلامهم طبعا مهم بالنسبه لي وبيدعموني، ولكن كحد مقرب ليا قوي لا، ما عنديش الحد اللي طول الوقت قوي يوم بيوم او معايا قوي يعني. ما عنديش، اللي كانت عندي زي ما قلت الله يرحمها يعني. فانا بقوي بقى نفسي بنفسي، ده اتعلمت، ودي مش حاجه طبعا سهله، خصيصا ان انا بعد امي الله يرحمها انا انكسرت من جوايا. ومهما كنت الواحد بقى بيظهر ان هو قوي ومش عارف ايه ومش هم وكذا، وبيظهر ان هو بيضحك وبيهزر، لا، الحزن انا جوايا ناحيه امي اللي انا عمري ما هينتهي اصلا. فده لوحده هم، ده لوحده تعب، لوحده الم، لوحده ربنا بس وحده اللي عالم بيه. احنا بنحاول نتخطى ده علشان ما ندخلش في حتة غير إيمانية، اللهم لا اعتراض على حكمة وقضاء وقدر ربنا عز وجل، وعلشان كمان ما نقعش ونلاقي نفسنا دخلنا بقى سلبية واكتئاب وانتحار مش هينفع طبعا. فالواحد ربنا وحده هو اللي بيقويه، فهي القوة الأساسية للإنسان أولا وأخيرا بشكل عام في الحياة أيا كانت المواقف اللي حصلالك وحصلالك هي من عند الله سبحانه وتعالى. يعني لولا الله سبحانه وتعالى الواحد أكيد مش هيقف على رجليه كده، الواحد أكيد مش هيكمل حياته كده. الشيء اللي بعد كده يعني بدأت اللي أنا أتعامل مع الانتقادات والحاجات اللي بتحصل لي على السوشيال ميديا، رغم اللي أحيانا برد ورغم اللي أحيانا بيبان عليا إن أنا متضايقة، أحيانا مش دايما. اتعلمت كتير ان انا متأثرش بيه على قد ما اقدر، واتعلمت كتير ان انا اكبر دماغي، لان انا لو هقعد اركز في كل مره واقعد كل شويه ارد واقعد كل شويه اتاثر وكذا، انا هقع. ولان في ناس مريده على السوشيال ميديا كتير، وشغلتها ان هي تشوه صوره وسمعه الناس، وشغلتها ان هي تتكلم وخلاص حتى لو كان في الدين، وما عندهاش بربع جنيه اخلاق، وده احنا شفناه كتير للاسف. فخلاص انا بقيت بكبر دماغي، اللي عايز يفهمني صح تمام، اللي عايز يعرفني صح تمام، اللي عايز يتابعني صح، اللي عايز يقول ما لا يقال عن كلام سيء، وحسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. يعني هعمل ايه؟ وفي ضريبه الشهره، ضريبه النجاح، في انه الناس ما بقتش بتسيب حد في حالها حتى لو ميتين، للاسف بينتهكوا حرمه ميت، فاحنا هنتكلم في ايه ولا في ايه بس يعني. فانا بقيت بكبر دماغي يعني، لان انا لو ما عملتش كده انا هقع وهيجرالي حاجه وحاجات كتير، فعلى قد ما بقدر. طب هل يا ياسمين انت مش بتتأثري بالكلام اللي بيحصل عليكي؟ يعني كلام صعب جدا والانتقادات والكلام اللي مش كويس واللا اخلاقي. احيانا مش دايما، لان انا بني ادمه رحت جيت، بني ادمه برضه بتضايق برضه اكيد، ولكن مش لدرجه بقى باخد الموضوع قوي جوايا واقعد بقى
على كل حاجه زي ما قلت ارد او اقعد بقى اعيط والجو ده. في الاول خالص، في اول بدايتي على السوشيال ميديا لما كان بيحصل لي ده، قعدت فتره طويله جدا بتاثر لدرجه ساعات كنت بعيط يعني كنت لسه بقى 20 سنه وعيله ومش فاهمه حاجه وحاجات كتير يعني. لما بدات افهم الدنيا وبدات اقوى واستقوى مع طبعا المواقف الحياتيه اللي بتحصل لي لا بدات خلاص يعني طز يعني، انا اسفه يعني، اللي هو خلاص انا مش هقعد، انا مش في مبرر الدفاع عن نفسي ان انا كل شويه اطلع اتكلم وشويه ارد وبتاع. في حاجات معينه بس ببقى بفهمها احتراما كمان للناس اللي بتتابعني، الناس المحترمه، لكن غير كده لا ما بتكلمش. لكن عايز يفهمني يفهمني، مش عايز براحته يعني. انا ما مش دفاع عن النفس عشان كل شويه اقعد اتكلم. لما الواحد عرف زي ما قلنا قيمة ذاتي، وعرفت قد ايه انا استحق، وعرفت ان انا قد ايه بحب نفسي، وعرفت قد ايه معنى النجاح وان انا بوصل اليه وكذا، وعرفت ان كده كده اوريدي في اعداء وفي ناس تعاديك وفي وانا كمان بنت معرضة لحاجات كتير اكتر. فخلاص لا يعني بدأت اعرف اتعامل يعني. فهو ده الصح، ان انت تبدأي ان انت تعرفي قيمة نفسك وذاتك، وتبدأي تعرفي ان انت تتعاملي مع الامور دي بالطريقة اللي انا نفسي بتعامل بيها. وده طبعا مش هيجي من يوم وليلة، هيجي تدريجيا وتدريبيا. من الحاجات ايضا ان قوتني انا شخصيا وضافت لي كتير جدا برضو رياضة الألعاب القتالية، البوكسنج. ودي من الحاجات اللي بقعد أتكلم فيها، إن رياضة البوكسنج بغض النظر إن هي أو الكيك بوكسنج أو الكونغ فو أو الام ام اي أو أي رياضة بقى بتلعبيها ألعاب قتالية، طبعا هي مهمة جدا لأي بنت أو أي ست دفاع عن النفس، ولكن هي من الرياضيات اللي بتدي قوة جدا في الشخصية، قوة في النفس جدا، قوة بدنية، قوة عضلية، بتخسس طبعا كتير جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان بتتعلمي ازاي تدافعي عن نفسك. فمن الحاجات المهمة جدا جدا اللي بتغير في شخصيتك وبتديك القوة. طبعا من الحاجات برضو ايضا الثقة بالنفس. الثقة من النفس من الحاجات اللي اكيد طبعا بتدي للشخصية قوة. لو مش عندك ثقة بنفسك في كل حاجة، ثقة بنفسك في جمالك، في شكلك، ثقة بنفسك في احساسك، ثقة في نفسك في قلبك، ثقة في عقلك، ثقة في كل حاجة، وبتنمي من نفسك وعقلك وقلبك زي ما قلنا القراءة والاستماع وتطوير الذات، ده مش هيخليكي انسانة قوية. لو مش بتعرفي ازاي تتكلمي مع اللي حواليكي، وتعرفي امتى تردي امتى ما ترديش، وتتعاملي وتبقي فاهمه بين السطور في الكلام، سواء في تعليقات على السوشيال ميديا مثلا بتحصل معاكي، او تعليقات من الاخر قريب منك، او من حد بيكلمك او ده مش بالتالي مش هديكي شخصيه قويه. فالثقه بالنفس هي اللي بتزرع وبتدي وبتخلي البني ادمه شخصيه قويه. وطبعا تطوير الذات مهم جدا جدا من كل حاجه. الحاجة التانية من الحاجات اللي بتدي قوة وادتني كمان الرياضة بشكل عام بقى. الرياضة بشكل عام، انك تخسي او يبقى عندك لياقة بدنية حتى لو انت مش محتاجة تخسي، من الحاجات اللي بتفرق جديد، من الحاجات اللي بتفرق كتير جدا جدا في الشخصية، وبتخليكي بتغير مودك، وبتخلي احساسك مختلف، وبتخليكي دايما تحسي بالنجاح لذاتك ولصحتك ولنفسك، وبتغيرك انتي. ولما طبعا بتتغيري كشكل وكجسم وكذا، ده بيفرق معاكي كتير جدا، فبيخليكي اكيد شخصية قوية. ايضا من الحاجات المهمه جدا، يمكن انا خليتها في الاخر مش استهانه طبعا بيها، ولكن هي اولا واخيرا اللي بتدي شخصيه قويه، هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى وحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءتك عن الاحداث الصحابه والتاريخ واللي حصل ليهم، وقد ايه هم تعبوا، ولحضره النبي صلى الله عليه وسلم وتعبوا في حياته، وقد ايه هو صبر، والامور اللي كان بيتعرض ليها صلى الله عليه وسلم من اذى من المشركين او غيره. دي من الحاجات طبعا اللي بتدي شخصيه قويه جدا، وبتفرق في شخصيتك وحياتك، وبتخليكي ازاي تصبري على ما يحدث لك في حياتك الشخصيه او بشكل عام او في الحياه عموما بقى. فطبعا الجانب الايماني روحاني مهم طبعا جدا جدا. تحدي النفس من الحاجات المهمه جدا، ان انت تتحدي نفسك، ان انت تعتمدي على ذاتك، ان انت تتحملي مسؤوليه ذاتك من كل حاجه، ان انت ما تعتمديش على الاخرين ان هو يجي يطبطب عليكي او تيجي تطبطب عليكي، ان انت ما تعتمديش ان يبقى في حد في الحياه كويس، الكويس كويس والوحش وحش، طز عادي في 600 الف داهيه، عادي ياما دقت على الراس طبول، ها. كل الحاجات دي كلها مهم جدا، بتفرق في شخصيتك، وبتفرق طبعا وفرق في شخصيتي انا كمان، وخلتني انا واحده شخصيه قويه. وكل ما بيحصل لي حاجه وجع اكبر، كل ما بفتكر طبعا الحاجات اللي وجعاني، كل ما افتكر موت امي، فده لوحده زي ما قلت كبيره جدا، فده بيخليني كل مدى اقوى واستقوى، وابقى حد مختلف. ودايما بقول لنفسي حاجه واحده بس، انا محدش هينفعني، انا لو وقعت محدش هينفعني.
انا لو وقعت محدش هيكون جنبي. فلازم ان انا دايما بقوي نفسي بنفسي واستقوى، ودايما اقول لنفسي الجمله دي ان محدش هينفعني غير نفسي. يوم ما اقع، يوم ما صحتي تروح، يوم ما حياتي تروح، يوم ما اي حاجه، مين هينفعني؟ محدش من اللي ضايقوني او وجعوني او خذلوني او على السوشيال ميديا بينتقدوني ولا بيتكلموا ولا هينفعوني في حاجه خالص. يبقى خلاص انا واحده واثقه في نفسي، عارفه قيمه نفسي، بحب نفسي. اللي عايز زي ما قلت يبقى معايا تمام، اللي عايز يكسبني خير، اللي عايز يخسرني بوسه ماما بوسه لبابا مع السلامه. اللي عايز يبقى جنبي تمام، اللي هيقدر يحافظ عليا ياخد عناية، اللي مش هيقدر في 600 ألف داهية ايزي جدا. يعني مفيش مشكلة، لأن العمر اللي جاي أهم من اللي راح، فمش هيتعوض. كل لحظة بتمر في نفس اللي بيخرج منك مش هتتعوض، مش هترجع تاني. كل وقت بيعدي حرفيا حرفيا لو ما استغلتهوش لنفسك ولحياتك وتعرفي فيه قيمة نفسك مش هيرجع تاني. فهو ده اللي دايما بقوله لنفسي. أنا عندي 32 سنة، فاضل إيه؟ حتى لو عندك انت 20 سنة برضو فاضل ايه؟ انت ضامنة هتعيشي النهاردة ولا تموتي بكرة ولا بتاع؟ فخلاص عيشي كل لحظة، قدري كل لحظة في عمرك وفي حياتك، واحترمي ده لذاتك. ده اللي أنا دايما بقوله لنفسي عشان اقوي نفسي، عشان دايما اقف على رجلي بعد كل صدمة، بعد كل تعب، بعد. بس اشوفكم على خير، واسف انا طولت، واشوفكم على خير في فيديو جديد.